الحمد لله الذي جعل العقول محاجر الفكر وأودعها طلقات التمييز وبعث فيها كوامن الإبداع والتفوق، والصلاة والسلام على من حمل رسالة اقرأ العظيمة والسير في بحورها بكل جد معنا. بداية نقدم الشكر الجزيل لسعادة المهندس يوسف الشافي مالك المدارس على استضافته لهذا البرنامج وفكرته الرائعة من الأستاذ أحمد الكبيتي ومتابعته الجادة من الأستاذ فهد والأستاذ عبد المعز وفريق العمل الثقافي وجميع الزملاء. أقدم شكري أيضا للزملاء أعضاء اللجنة القيمة الأستاذ مشعل الخليلي والأستاذ فؤاد الطرحي، وأشكر زملائي المعلمين الذين أشرفوا والذين حضروا هذه المسابقة من بدايتها حتى هذا اليوم الثالث. وأقول شكرا لأبناء الطلاب الذين أبدعوا جميعا، فكلكم مبدعون يعني، ولكن هناك ما يسمى بالفروق الفردية، يعني قد تكون الفارق درجة أو نصف درجة، والحقيقة كلكم يعني أبدعتم في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم الجميل، برنامج الإعلامي المبدع. أبناء الطلاب، أنتم الثروة الحقيقية في بناء الوطن الغالي في ظل الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة وما تقدمه من دعم جبار في التربية والتعليم وفي الثقافة والإعلام. المستقبل أمامكم إن شاء الله. غدا نرى منكم الكاتب ونرى منكم المبدع ونرى منكم المعلم ونرى منكم المربي ونرى منكم رجل الأمن. فالمستقبل أمامكم إن شاء الله. نراكم مستقبلا في جامعاتنا السعودية شموس مضيئة لتتخرجوا وتخدموا هذا الوطن الغالي. النتائج هي على النحو التالي: كل طالب يسمع اسمه يخرج إلى المنصة، منصة الإلقاء. الطالب نواف محمد دباش، الطالب ريان صالح المالك، الطالب رامي رد السبياني، الطالب يزيد عبد الله الزهراني، الطالب محمد عبد الله الشناوي، الطالب لؤي محمد الخطيب. أبناء الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ إن شاء الله في مسابقات قادمة وفي إعلام مبدع، وهذه مسابقة رائعة جدا. وقبل قليل كنت أتكلم مع سعادة المهندس في التصفيات النهائية قد ننقلها إلى النادي الأدبي، لأن هذه فكرة جديدة وفكرة رائعة وتستحق الإشادة، وقد تعمم هذه الفكرة على مستوى وزارة التعليم، ونتمنى لكم إن شاء الله مستقبلا باهرا على طريق الإبداع. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.